السلام عليكم ومرحبا بكم يا البنات في هذا الفيديو جديده سور ماشين هدى دادو. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم وصفه لي ميني زومبورغر، عجينه بزاف هايله. هاد العجينه تجي مبسه وطريه وهشه. جربوها وما تندموش ان شاء الله. قبل ما نبداو لا فيديو اللي دخلوا جدد نقول لكم مرحبا بكم، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وديروا لي جيم وتخلوا لي رايكم في لي كومونتير. ما نطولش عليكم ونروح نشوفوا لي ديتاي تاع هاد لا غوسيت. هنا نبدا نحضر لو لوفان. نحكم 4 ملاعق كبيره تاع فارينه، نقصهم من الكيلو اللي راح نعجن به. 4 ملاعق كبيره تاع الفارينه، 5 ملاعق كبيره سكر، وزوج ملاعق كبيره يكونوا معمرين مليح خميره الخبز، ونصف كأس ماء يكون دافي. نخلط كلش، نغطيهم ونخليهم من ربع ساعة حتى لنص ساعة. هاد لو لوفان راح يخلي العجينة خفيفة وراح يساعدها باش تخمر في وقت قصير. فوالا نغطيه ونخليه يخمر. هنا بعد ما خمر لي لو لوفان نكمل العجينة ديالي. انا راح نعجنها في البيتخان، تقدروا تعجنوها باليد تخرج لكم هايله ونفس النتيجة. نكمل هذاك الكيلو تاع لافارين اللي نقصت منه. هاد الكيلو نقصت منه 4 ملاعق كبار درتهم في لو لوفان. نزيد عليهم ملعقه كبيره تاع الملح. توجور في كامل المخبوزات، بيتزا ولا ميني زومبورغر ولا 1 كيلوغرام تاع لافارين فيه يكون فيه ملعقه كبيره تاع الملح. ما تكونش معمره بزاف باش ما يجيش مالح، مي هذيك هي يديها ملعقه كبيره. عندنا حبه بيض. هنايا ملاحظه بالنسبه لكميه السكر، ما تقولوش باللي بزاف. عجينه لي ميني زومبورغر تحب تكون شويه حلوه، ما تكونش كيما عجينه البيتزا. جربوها ب5 ملاعق كيما قلت لكم راح تجيكم نتيجه هايله. هنا بعد ما زدت الحبه تاع البيض زدت كاس حليب، ما لحتوش كامل دوك مع العجن نبقى نزيد فيه بالعقل. ونبدا نشعل البيتخا ونبدا نعجن. هنايا كملوا الوصفه، مازال ما كملتهاش. في الاخير راح نزيد لها الزيت والمارغرين. نعجن ونبدا نضيف الحليب. هنا كي تعجنوا باليد راح تجيكم كيما قلت لكم نفس النتيجه. هنا نكمل هذاك الكاس تاع الحليب نضيفه كامل، وبعد ما ضفتو اونفان زدت جبت نصف كاس واحد اخر، يعني كلش اون تو دات لي 2 كيسان من السوائل، نصف كاس ماء وكاس ونص من الحليب. نكمل نعجنها. المقادير المضبوطه راح نخليهم لكم في صندوق الوصف كيما العاده. ماذا بيا برك يعني تكونوا متفاعلين في القناة، هذا مكان باش تطلع القناة ونزيد نتحفز باش ندير لكم حاجات اكثر ان شاء الله. كما راكم تشوفوا العجين عجنته حتى ولا لازم ما يكونش يتلاصق كامل. راهي عجينه رطبه، ما تكونش طريه بزاف، تكون رطبه وتكون ما تتلاصق. زدت لها 5 ملاعق كبيره من الزيت ونكمل ندخل الزيت بالعقل. هنا الهدف الزيت والمارغرين نضيفوهم هما اخر حاجه باش العجين يتدلك مليح، يكون مدلوك من بعد باش نضيفوا له المواد الدهنيه. هنا درت له 3 ملاعق كبيره، ما يكونوش معمرين بزاف من المارغرين. بكري كنت نديرها ماشي بكري يعني هاد السنين برك كنت نديرها ب2 ملاعق من المارغرين. شفت باللي كي زدت لها ملعقه جات مبسه خير، جات هايله هشيشه. هذه هي العجينه، شوفوا كيفاش تكون رطبه وتكون لازم ملساء وتكون تلمع. نخليها تخمر. هنا بعد ما خليتها تخمر ساعه تكون خمرت مليح. نصيحه اي عجين فيه الخميره ما تتقلقوش فيه، اعطوا له وقته باش يخمر باش النتيجه الاخيره ترضيكم تخرج حاجه شابه. انا العجين ما نتقلقش كامل فيه، نعطيله كامل وقته باش النتيجه يعني مع الاخر نفرح بها يخرجوا خفاف هايلين. هاد العجينه نقص معها كريات، نعاون روحي بالزيت شويه برك زيت باش ما تلصقليش. كريات تاع 40 حتى 45 غرام، ونحطهم في سنيوه فيها بابي كويسون ونخليهم تاني يخمروا. هاد الكريات هاد العجينه عفوا راح تخرج لكم 45 حتى 50 حبه ميني همبرغر. هذه هي، شوفوها كيفاش متماسكه. ندهنها بالحليب قبل ما يخمروا. شوفوا هنا بداو يخمروا معايا، لو طوني كملت سنيوه بداو يخمروا ديجا شويه. ندهنهم بالحليب وندير لهم شويه جلجلان. انا ما نحبش ندهنهم بالبيض باش ما يديروش هذيك القشره، يعجبني الطياب تاع الحليب كي يطيبوا يجوا حموره شابين. ندير لهم شويه جلجلان ونخليهم يخمروا نص ساعه. هنا نجوز نحضر الحشو.
جبت كيلو دجاج مرحي، جبت بصلة سكرفتشتها، وجبت 3 سنينات توم، وجبت زنجبيل ملعقة، نصف ملعقة صغيرة، ونصف ملعقة صغيرة تاع فلفل عكري، وملح ملعقة صغيرة ما تكونش معمرة مليح تاع الملح، ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، ونصف ملعقة صغيرة معدنوس يكون مجفف. ونخلط كلش. انا لهنايا عاودت ميكسيت كلش هذا مع الدجاج، ما عجبنيش الرحيان ديالو، شغل كان متفرق. الوغ عاودت رحيته في الدار، وراني نعاون روحي بشويه ما نشكل كريات صغيره، بو ما يكونوش صغار بزاف. يعني كيلو دجاج خرج لي 40 كريه، يجو كريات متوسطين. نعاون روحي بالماء لخاطرش الدجاج يتلاصق. ما تكتروش لي زيبيس باش لي زومبورغر يقعدوا بلوغو ديالهم. جربوا الوصفه كيما عطيتها لكم، خليكم المقادير تاني في صندوق الوصف. انا هنايا وجدتهم ليله من قبل هاد لي بول تاع الدجاج، باش لو جور ميم قليتهم وعمرت لي زومبورغر. هادو هما نغطيهم بيان ونديرهم في فريجيدير. فوالا. هكا نحطهم في الفريجيدير، وللصباح ان شاء الله نقليهم. هنا باش نقليهم نعبزهم شويه برك، ونكون المقله درت لها كميه مليحه تاع الزيت والمارغرين باش يجوا بنان، باش ما يطيبوش ناشفين. الدجاج على بالكم يحب شويه ليدام، الوغ كترت له شويه. هنايا لي زومبورغر بعد ما خمروا بيان، خلوهم يخمروا. لوحوهم الفور يكونوا سخنتوه من قبل على درجه 150 حتى 180، كل وحده والفرن ديالها. ما طيبوهمش اكثر من 20 دقيقه. انا لهنا طيبتهم ربع ساعه يعني صراحه، باش ما ينشفوليش بزاف، غير يطيبوا يحمروا شويه. تشوفوهم نشفوا، خلاص طفوا عليهم. ما يسحقوش، راهم صغار، ما يسحقوش وقت كبير في الطياب، باش ما لاباط ديالكم ما تجيكمش ناشفه. هنا وهما سخونين غطيتهم بطرشون، نغطوهم بطرشون وخلوهم يرطابوا ويبردوا. كي يبردوا باش نقسمهم. شوفوا النتيجه بعد ما بردوا، يجوا هايلين خفاف ومقطنين لداخل. او ميم طون العجينه شتو درنا لها كميه مليحه تاع المارغرين والزيت، الوغ تجي مبسه ما راحش تكون معلكه. شوفوها تتفتت وحدها. هاد العجينه صراحه ولا غير ننصحكم بها بزاف هايله. انا ما نستغناش عليها، ما نبدلهاش هاد الوصفه. فوالا هادو هما. هنايا نفتحهم. انا توجور لي زومبورغر نخدمهم لو جور ميم، غير كي تكون كونتيتي فريمون كبيره تاع 200 حبه ولا باش نخدمهم نهار من قبل. مي كي تكون هكا 20 40 حتى 80 حبه نخدمهم لو جور ميم. يعني ميم كي تخدموهم نهار من قبل راح يقعدوا ملاح. جوست تعرفوا كيفاش تحتفظوا بهم، غير يبردوا ديروهم في بورت مونجي، اغلقوا عليهم وحطوهم في فريجيدير. غد من داك كي تجبدوهم راح تجبدوهم جدد. هنايا ندهن السطح ديالهم بفرomاج بلون، جبن ابيض. ندهنهم نديرلهم كميه مليحه تاع الجبن الابيض. وكيما نقول لكم الحشو على حسب الاختيار. زدت لهم سلطه، شويه هايليك شلاطه. نزيد لهم طوماط غونديل، شرائح طماطم نزيد لهم. فوالا. ونزيد لهم فرomاج كاري سبيسيال همبرغر، قسمت كل وحده على 4. يعني قيسهم، ما تكتروش على الحاجه ماشي حتى تصمت. ما تكتروش بزاف لي فرomاج ولا بزاف هاد الامور، باش تاكلوا حاجه خفيفه ما تجيش تقهم. هما ديجا الخبز ديالهم برك بنين، الخبز وحده بنين. وهاوليك الدجاج بعد ما طيبوه حمر باش يجي شهي، ما يجيش هكاك بيض، وباش يدخل له طياب بيان. فوالا. نحطو. وهنايا غلقتهم. شبحتهم بهاد فرomاج كنت قطعته بوردات، وزدت له زيتون وغلقتهم. فوالا نغلقهم. تزيين اختياري. هنايا زينوهم كيما تحبوا ما ديروا لهمش هاد الخطوه. مهم تكون حاجه بنينه ويكونوا يجوا كامل على حبه، ليسونسيال يجوا على حبه.
وعطوا لهم وقتهم باش يخمروا، عطوا لهم وقتهم تاني في الطياب، ماشي فور زايد بزاف، تكون درجة الحرارة نورمال برك. كي تخدموا حاجة اعطوا لها وقتها دايما، هي تفرحكم وترضيكم ان شاء الله. فوالا انا نكمل لا كوموند ديالي، كي نكملها نلمها في لي كيسات نحطها في لابواط. هنا الاضاءه راهي شويه عيانه، هنا صورت في مكان العمل ديالي في الدار لتحت، ما عنديش اضاءه مليحه للاسف. مي في الدار الفوق كي نصور الفوق تبان حاجه على طبيعتها، يبان التحميره ديالهم تبان شابه. دوك كملوا لا فيديو حتى لافان تشوفوا كيفاه بانوا شابين. فوالا يعني شوفوا الصراحه ولا راني نصور لكم واش نخدم للناس بامانه، كيما نخدم كيما نصور، باش كي ديروا حاجه تنجحوا فيها. واللي ما فهمتش حاجه تسقسيني في لي كومونتير، ان شاء الله نقدر نجاوب عليكم كامل. وماذا بيا تنشروا القناه، ماذا بيا تكبر ان شاء الله باش تعم الفائده، وانا تاني نزيد نتحفز باش نقدم حاجات اكثر ان شاء الله، وعلاش لا. هادو هما. جيسبر هاد لا فيديو كانت خفيفة عليكم. وما تنساوش تشتركوا في القناة، ونأكد لكم فعلوا زر الجرس باش غير نحط لا فيديو جديدة تلحقكم نوتيفيكاسيون تدخلوا ديريكتومون. هذه هي، ونقول لكم السلام عليكم في فيديو جديدة ان شاء الله.